بدات السيدة خديجة تتظاهر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تتعاود لصاحبتها السيدة نفيسة بنت المنبي، تتعاود ليها على النبي بزاف بزاف. وهي تقول لها السيدة نفيسة شنو رأيك تزوجي به؟ قالت لها واش يبغي، يعني واش يبغي محمد؟ قالت لها شوفي انا غنطقس ليك، انا غنشوف ليك الاخبار كيفاش، كوني هانيه. مشات عند النبي عليه الصلاه والسلام، بدات تتحدث معاه. قالت لي يا محمد واش ما غتزوجش؟ قال لها وشكون غادي يقبل عليا، انا فقير وباقي تنشتغل وهذا. قالت لي شنو رايك بخديجه؟ قال لها خديجه؟ واش خديجه غترضى بيا انا؟ قالت لي شوف كون هاني، انا غنهضر لك معاها. وبالفعل مشات، يعني قالت لها راه النبي عليه الصلاة والسلام راه موافق يتزوج بك. ورجعت على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ليه راه خديجة كذلك راه بغات تزوج بك، راه وافقت على الزواج منك. وكانت بداية ديال أجمل وأروع قصة حب في التاريخ، قصة النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده ديك الساعة 25 سنة، والسيدة خديجة كانت عندها 40 سنة، وكان فايت ليها تزوجات جوج مرات. هنا يبغى نطرح واحد النقطة، أن هاد القضية هادي ديال السيدة خديجة كانت كبيرة على النبي عليه الصلاة والسلام ب15 سنة، ما كانتش مشكل، كانت مقبولة تاريخيا. يعني عمرنا ما لقينا في السيرة النبوية ولا في الكتب القديمة بأن هذا كان مشكل. علاش خديجة كانت كبر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. فين تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بالسيدة خديجة؟ رزق الله منها بستة أبناء، 4 بنات وولدين: رقية، زينب، أم كلثوم، وفاطمة الزهراء. وبالنسبة للولدين القاسم وعبد الله.